أنا وصلت، خلوكن جاهزين. أنا ولو ضل حدا وما نزل أغنية يا بنات الحلال، ما ضل صبية وما نزلتها، وكأنها ملكة عصرة. إيه هيدا صابر الرباعي، وللشرح ما في داعي. أمير الطرب بهالأغنية الموازين قلب. خلونا نبدأ الحلقة. مرحبا، شابويا للكل. أغنية يا بنات الحلال لأمير الطرب العربي النجم التونسي صابر الرباعي، يلي كسرت الأرض منذ نزولها. من الكلمة للحن للإخراج لأداء المذهل لصابر الرباعي، يلي رجعنا لأغنية يا عسل يا الكلك سحر، وأغنية أتحدى العالم أنا وياك. خلونا نشوف ونسمع. يا بنات الحلال هيدي حياة مش مسابقة جمال. وشو بدي خبركن عن نجاح هاي الأغنية بزمن قياسي أكثر من 7 مليون مشاهدة عبر يوتيوب. أيضا ضربت وبقوة عبر تطبيق التيك توك، ما ضل سيدة صبية مراهقة إلا ونزلت الأغنية. أيضا البعض اتهم صابر الرباعي بأنه عامل عمليات تجميل وبوتوكس وفيلر، بما انه حكى عن الصبايا باغنية يا بنات الحلال بما يخص عمليات التجميل. خلونا نشوف رده. انت عم تعمل عمليات تجميل وعامل بوتوكس، مزبوطه الخبريه؟ انا عامل بوتوكس بعد ما نزلت الغنية هيك كتبوا بوتوكس انا. مش شو بتقول للي اتهمك الاتهام؟ اتهمني عن جد ما نسمعوش. طبعا استطاع الفنان صابر الرباعي انه يوصل رسالة من خلال هي الاغنية، بانه الانسان لازم يحب عمره بجميع المراحل، وانه يضل الانسان على طبيعته، وبالاخص المرأة بظل هذا الواقع والتطور التكنولوجي يلي عم نعيشه بهالوقت هيدا. وعلى ما اظن انه وصلت رسالة صابر الرباعي لكل امرأة ولكل رجل كيف يتعامل مع حبيبته. وهي الأغنية هي من كلمات المتميز علي المولى، يلي دائما بيتحفنا بكلماته. أيضا من ألحان المبدع فضل سليمان. أما الإخراج للمتميزة وصاحبة العدسة الرائعة سيلفانا المولى. وكتير من التعليقات ولحد هي اللحظة عم تجي بالإيجابية لأغنية يا بنات الحلال. خلونا نشوف كمان. شو يعني كبرتي من برا ما منو قرارك مضطر. وخلال تواجد الفنان التونسي صابر الرباعي في مصر، حب يوجه تحية خاصة ومؤثرة للفنانة شيرين عبد الوهاب، ودعاها لحتى ترجع تغني على المسرح من جديد وانها تكون قوية، وهي وصفها بالقوية بالفعل. وقال انه لازم ترجع تغني على المسرح، وفي حال ما بدها تغني فهو رح يجيبها غصبا عنها. ايضا بنفس الوقت دعا الجمهور للوقوف بجانبها، وعدم التدخل بالحياة الشخصية للفنان. انه شيرين قوية، شيرين عندها جمهورها، شيرين مرت فترات صعبة في حياتها. نتمنى انه الناس تقدر خصوصيات الفنان، حلو، وتقدر اللحظات السعادة اللي بثتها فيهم يوم من الأيام. أما على صعيد الحفلات، فقد أحيا الفنان صابر الرباعي حفل فني في مصر ضمن مهرجان الموسيقى العربية بدورته ال 31، مثل ما عم تشوف الصور الظاهرة على الشاشة. وتميز هذا الحفل بالجماهيرية الكبيرة يلي كانت موجودة، وردد الجمهور معظم أغانيه، وتم نفاذ جميع البطاقات. أيضا غنى أغنية يا بنات الحلال ولأول مرة على المسرح. على صعيد آخر، وخلال تواجد الفنان صابر الرباعي في الكواليس، زاروا القنصل اللبناني في مصر منير عانوتي. وخلال تواجد الفنان التونسي صابر الرباعي في مصر، حب يوجه لنا تحية لبرنامج شابو، وكل الشكر للإعلامي زكريا فحام يلي رافق الفنان صابر الرباعي في مصر. خلونا نشوف ونسمع. إلك بالنهاية تحية من مدير مكتب خبر عاجل بسوريا، الزميل وسيم عليا. بكرة حيكون في حلقة خاصة بعنوان شابوبا يتحدث فيها عن يا بنات الحلال. الله. شو بتحب تقوله لوسيم؟ شكرا على الاهتمام، وإن شاء الله نشوفك بخير ونشوفك نتقابل إن شاء الله. من لك شابوبا في سوريا ولا في لبنان ولا في أي مكان، نقول لك شابوبا. ثانك يو حبيبي، ثانك يو. وبدوري بدي أقول للفنان التونسي صابر الرباعي شابويا. كان معكم وسيم عليا،
تبقوا بألف خير. سلام.